ممتازة، لاعب مهاري. خطرة هذه لا زالت على مشارف الجزاء. مصطفى الأمين مهاري سيسدد. مصطفى الخيارات موجودة. هدف جميل. مصطفى الأمين يبارك اليمين ويدك الشباك الطلابية في بطولة 21 من المباراة. متابع الحارس مهند قاسم الذي يتفرج على هذه الكرة، بينما مصطفى الأمين نقل الكرة بكل صحابة على الزاوية البعيدة، الزاوية اليسارية للحارس. وهنا عتاب شديد من عبد الوهاب أبو الهيل بهدف نصري ميساني. لاحظ عقيل عجز 10/10، مر بسلاسة من جهة اليمين، وهنا أخذ الوقت والمساحة وركن الكرة بمهارة ودقة عالية من الأهداف الجديدة التي تحدث لهذا المهاجم الشاب الموهوب مصطفى الأمين. ممتازة نقطة ميساني، هدف أول في المباراة يجب الشباك الطلابية. نعم المهارة تتجلى في أخيار هذا الموهوب مصطفى الأمين، لاعب المنتخبات الوطنية السابقة، مثل منتخب الناشئين، مثل منتخب الشباب في البطولة الآسيوية الأخيرة. كان مطلوب مثل هذا اللاعب للهادف الجوية هذا الموسم. ووقع على كشوفات نادي القوة الجوية. نتيجة بدون أهداف لحد الآن. علي جاسم داخل منطقة الجزاء إلى جلسون، مرة أخرى حسين علي واحد، جلسون وبالكعب ممتازة. لا هدف برازيلي، الهدف الأول في الدقيقة 20 للكرة، ترجع الجميلة وهدف جميل. الهدف الأول لمصلحة الميلان. شوف الإعادة جميلة الكرة وبالكعب وممتازة على الطريقة البرازيلية، ومن أروع ما يمكن هذا الهدف. ممتاز الهدف الأول وافتتاح النتيجة ويضع الميلان في مقدمة. هذا الهدف مشاهدة في الملاعب الأوروبية والملاعب هناك في هافانا على شواطئ البرازيل، وبالتالي جلسون مرة أخرى إلى الزوراء. مصطفى الاحتفال على جهة اليمين، كورة للتسديد للهدف. الهدف الأول للزوراء وفي الدقيقة الثالثة إذن، والهدف الأول على عبد الزهراء. علاء في ملعب الصناعة، الحظ يقف مع علاء في ملعب الصناعة، سجل في مرمى الهدفين، وفي هذه المباراة يسجل هدف مبكر. النوارد كنت أتحدث عن الأهداف وشاهد الأهداف، وهذه تنقذ الهدف.
زاخو كرة إلى جهة اليمين، خطيرة الآن، خطيرة إرسال كرة عرضية خطيرة لأمير، أمير يحاول، أمير جول لزاخو، هدف لزاخونا، الثالثة ثابتة عن طريق أمير صباح، سدد الكرة بهذه الطريقة. هنا كان المرور، وبالتالي طالت من أمام سامال، وصلت لستار ياسين، ومن ثم لأمير صباح، وأمير صباح كما ذكرت الثالثة ثابتة. هذه ثالث المحاولات لأمير. شوف المرور باليمين والتسديد باليسار على يسار حارس المرمى فهد طالب، وبالتالي أول الأهداف في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول. وليد تبقى قبلت منتظر بلنتي مصطفى، مصطفى كريم فرخة بلدية هيلا برابانيا تيبا ينكود غولا وكبير تبارك مصطفى ياريزان الدودي بجريان هيلا برابانيا آنكو باشكين تك كنت غولا بالفارسي بتبيتو هيرشا بي مصطفى كريم غولا وكبير وتيبا فتماركر ووصا جماوير تيما ينكود بيتنكر أبابو أو تابا بلند خلاتيه كماسوس لا هيلا برابانيه عدي بوش دربه عدي تنه سعكره طبي خطوات التورا طول هاجيني وصل تورا كورتي هذا هاجانتر مصطفى كريم هيك شاريزار الكماشيان ووصل ولا وكبير لذلك تستمر محاولات فريق زاخو، لمسه جميله، خطوره قائمه تمريره، فيها جول عبد الواحد متواعد مع هذه الكره، متواعد داخل منطقه الجزاء. لاحظوا كيف انتظر، تحرك ودخل داخل منطقه الجزاء دون رقابه من احد، دون ان يشاهده احد، ومر من الجميع وروض الكرة في باطن القدم اليسرى ووضعها في الشباك، ويعلن تقدم فريق زاخو بهدف ثاني. الدقيقة 42 الدقيقة 55 وزاخو لا أقول إنه أنهى، لكنه فعل ما يريده المدرب. لاحظوا لمسة الومتاز بعد ذلك كيرستات وتحضير للكرة وتسديدة وفيها جول عن طريق حسين عبد الواحد الذي مر من الجميع، لم يشاهده احد، حضر الكرة سجل واعلن يعني التفوق لفريق زاخو هنا في ملعب دلال. يعلنها صراحة زاخو صعب جدا ان تحل ضيفا في هذا الملعب وتخرج بنقطة. صعب. مروان ينتبه للإرسال، أمجد وليد، أمجد محاولة، أمجد وليد، أمجد الله، وليد ثاني للثورة، ووحدة ما نعوفت والقدر ضعفت. أمجد وليد بسرعة، الله لأمجد وليد.
يا ولد 3-4 لاعبين. هدف جميل للنوارس عن طريق أمجد وليد. أمجد وليد بهدف جديد وبانتصار جديد للنوارس. الهدف الأول في الدقيقة 82 من زمن شوط المباراة الثاني بل ومن اللقاء. شوف الكرة رأسية وصلت عند محمد يا عيني على الهدوء والثقة ووضع الكرة على يسار حارس المرمى، وبالتالي المينا تقدم بالهدف الأول. سعد عطية رأسية، استلام ودوران وتسديدة في المرمى مباشرة تسكن في مرمى القوة الجوية. محمد شوكان يسجل الهدف الأول. واحد 0. تأخر الهدف ولكن أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل.